تعال احكي لك اغرب حكايه ممكن تكون سمعتها في التاريخ. بس قبل ما احكي لك لايك وشير وسبسكرايب كده واظبط الدنيا معانا عشان نستمر. زمان كان في نوعين من البشر، او نوعين من الاطفال، او نوعين من الشباب، عشان ما اطولش عليك يعني. زمان كان في نوعين من الشباب: الشاب المحترم المهندم اللي جايب شعره على جنبه ونضارات، الولد النيرد ده اللي بيدخل يهيس في الامتحانات، وعلى الجانب الاخر الشاب اللي حاطط الجل ومنعكش الشعر، واخد بالك انت ازاي، ومش همه حد ودايما بيرد مالكش دعوه مالكش دعوه. ودايما ده كان بيصاحب بنات، او ده المصطلح القديم يقول لك انا مصاحب، انا ماشي مع طوب الارض. وبالنسبه لنا الشاب ده كان هو اصيع كاركتر في الشباب الموجوده. اصل ايه بعد كده؟ انا بتكلم بنات. اتكلم يالا عدل يالا. سيبنا بقى من الشاب الطيب اللي مسرح شعره على جنب، وتعالى نقفش في الصايع ابن الصايع اللي هو انا. الساعة زمان كانت تمثل انك تقف على الناصية، تقعد انت واشباح الحتة، تقعد تهق وتمق على الناصية قدام باب بيتكو. شوف الفجر والعربادة كانت واصلة لحد فين. الصايع ما هو الصايع. ثم انك تكلم بنت الجيران وتقعد تبعت لها جوابات قبل التليفونات، ولما ظهرت التليفونات تتكلم بالليل وتقعد تحب لحد نص الليل. لكن اكتر من كده نو واي. Look for you. I will find you. And I will kill you. فكرة اصلا ان هم يتقابلوا كانت مستحيل. ايه يلف الزمن يا ملعنة ويطلع لنا برنامج زي الخازوق اسمه بلايند ديت شو. تقول لي ايه يا ولا البلايند ديت شو دي ولا دي اكله جديده؟ اقول لك لا، اترجم لك لانك زي حالاتي من ابو جهل. البلايند ديت شو ده باختصار تعال نصاحب ونعمل مصاحب، واخد بالك ازاي؟ هو برنامج فكرته قايمه عن ان انت هتجيب ولد وبنت، المفروض ان هم متفتحين، او في بعض الحلقات ولد دايما متشدد وبنت متفتحه. تقول له ايه رايك لو اجيب اصحابي البيت؟ ايه رايك لو اسافر مع اصحابي؟ لا، انت لو هتسافري مع اصحابك يبقى انت متجوزه بحبح بقى. صح، انا فعلا حكير. والبرنامج كله قائم على الاشكال دي او النماذج دي، افكار لا بتاعتنا ولا هي احنا فاهمينها ولا عمرنا اصلا سمعنا عنها، تيجي تتناقش في البرنامج. افكار غربيه بحته. وفين وفين لما يجيبوا واحد عنده شويه معتقدات شرقيه يدافع عننا، اللي هو تحسه العادي. يا جماعه الحاجات دي اصلا كده كده مش قابله للنقاش عشان نقعد ونتكلم فيها. يوم القائمين على البرنامج ما يسكتوش لحد كده ويعملوا اغرب حاجه ممكن تحصل في التاريخ، يعملوا بلايند ديت شو للاطفال، اللي هو ده بعد التطور الزمني يعني بدل الكرتون. لا مؤاخذه انت ما تفهمش، اللي هو انتوا بتعلموا الاطفال ايه يا جدعان؟ جايبين طفلين تعملوا بينهم ديت؟ طب ازاي؟ وبعدين هيقعدوا يقولوا ايه؟ اتفرجت على حلقه ديزني القديمه؟ لا انا شفت الجزء الجديد. ما هو اكيد يعني طفل 10 سنين هو ده اللي بيشغله. يعني انا افتكر لما كان عندي 10 سنين كان حلم حياتي ان الوالده بقى الله يرحمها تسيبني اقعد اتفرج على الكابتن ماجد واشوفه هو بيشوط الكوره في 3 حلقات على ما تدخل جول. بس طبعا الوالده بقى الله يمسيها بالخير كانت بتيجي ايه ترقع لك وتصدق ووشك وتقول لك ما تنام يا ابن الجزمه عشان وراك مدرسه بكره. فان الزمن يلف وان انتوا تجيبوا اطفال انتوا بتعودوهم على ايه يا جماعه؟ يعني بتقولوا لهم ايه؟ عايز اعرف الجهبذ اللي فكر في فكره البرنامج هتقعدوا الاطفال يقولوا ايه اصلا؟ الا وان كانوا متمليين بقى، لان لو الاطفال في السن ده بتفكر في الحاجات دي يبقى الله يرحم جيل التسعينات واردموا عليهم من دلوقتي. والسلام.